أنا ببدأ يومي بذكر الله، ونزلت حلبت البقرة كالعادة. لو أول مرة بتشوفوني، أنا أميرة من اسكندرية متجوزة في الصعيد. بصوا يا جماعة، البتاعة دي اسمها مفتلة، بتتعمل هنا مسلوقة وبيتحط عليها سكر. أنا عملتها هنا مسلوقة وحطيت عليها شوية مكرونة ورشيت عليها، أو بيتحط لها سمنة وسكر. حطيت لها سمنة بقري وحطيت لها حبة سكر. هي طعمها حلو حلو جدا يعني، بس انا مستغربوها بصراحة، ان هي يعني عبارة عن كور كده صغيرة، لا هي محصلة مكرونة ولا محصلة رز. تمام، بس طعمها جميل جدا. اول مرة اشوفها هنا في الصعيد. لو حد يعرف يجيبها يجربها. تسلقيها عادي زي المكرونة وتصفيها، وبعد كده تحطي سمنة بلدي او سمنة بقري زي كده وشوية سكر، وبتتعمل برضو باللبن زي الرز باللبن بالظبط. تمام، بص بحاول اوريكم شكلها كده وهي كور. تمام، بعد كده رحت فطرت البط. كانت بنتي الصغيرة معايا جلبتني، مش راضية تخليهم ياكلوا. تمام، ورحت بقول لها يا بت بس، ومش عارفه ايه البت، ما فيش فايده فيها. روحي يا توته كده، روحي يا توته. بصوا البط برضو بيجري. بس هنا بقى كنت بغير لهم الميه بتاعتهم، انها ما كانتش انضف حاجه، وبغسل ايدي. بصوا عايزه تلعب في الميه باي طريقه البت. وبعد كده طلعت الفراخ، حطيت لهم الغله. بصوا يا جماعه العشه واقعه ازاي، منظر غير حضاري. طبعا ان شاء الله اول ما يدخل البوس الجديد هنظبطوا الدنيا. ودي غرفة حمام كانت حمامتي عطيهالي، من الاخر كده عطوني بيت قديم مكسر وحالته حالة، وانا رضيت بحكم الناس الحمد لله. بس واشتريت جوزي اشتري لي الكتاكيت العسل دي. اول حاجه كنا حاطينها في الطشت ده او الكرونه الالمونيا. قلنا بس لحد ما نظبط لهم مكان. بس كان عندي غسيل وغسلت. كانت بنتي بتصورني وانا بنشر. كنت بقى قاعدة كده في حبة عصوري، لقيت السحابة دي عجباني. كانت عليها زوم بس مش ظاهرة زي الطبيعة. لو وصلتوا معايا لحد هنا اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة ودعوة حلوة كده من القلب. عملت كوباية شاي كالعادة، وبصيت على البقرات من الزهق، اصل لسه برضو يومي طويل. بس عموما لو وصلت معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو، برضو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، اهو زي ما وريتكم كده اهو.